السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم أولى إعدادي. النهاردة هنحل أسئلة الكتاب المدرسي على الدرس الثالث، درس التركيب الذري للمادة بالوحدة الأولى، علوم، بكتاب الامتحان، صفحة 81. قبل ما أبدأ معاكم حبايبي، أتمنى الاشتراك في القناة والدعم باللايك وتفعيل زر الجرس علشان قناتي تكبر بيكم وعلشان أي فيديو أنزله يوصل لحضراتكم بكل سهولة. السؤال الأول معانا: اكتب رموز كل من العناصر التالية. العنصر الصوديوم رمزه Na، ولازم ناخد بالنا يا سنة أولى إن أول حرف لازم بيكون كابيتال وتاني حرف لازم بيكون سمول. الصوديوم Na، البوتاسيوم K، النيتروجين N، الألمنيوم Al، الكلور Cl، الكالسيوم Ca، الفوسفور B. رقم 2: أكمل الجدول التالي. مديك العنصر وعايز منك التوزيع الإلكتروني، وعايز منك عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي وعدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات. هنا عنصر Li ده عنصر الليثيوم، عدد الكتلي 7 وعدد الذري 3. احنا بنوزع من خلال العدد الذري اللي هو أسفل العنصر، معانا كام؟ 3. لما توزع التلاتة المستوى K ب2 والمستوى L ب1. عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي، يعني يقصد ايه بالكلام ده؟ يعني يقصد آخر مستوى للطاقة بكام؟ ب1، هنكتب الواحد. عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات يقصد ايه؟ ان العنصر ده توزع في كام مستوى؟ ادي 1 2، هنكتب 2. He ده الهيليوم، عدد الذري كام؟ 2، واحنا بنوزع من خلال العدد الذري اللي بيكون اسفل العنصر. لما توزع الاتنين المستوى K هيبقى ب2. عدد الالكترونات في مستوى الطاقة الخارجي طبعا هو توزع في مستوى واحد، يبقى هنكتب 2، هنكتب 2. عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات يعني توزع في كام مستوى؟ في مستوى واحد اللي هو المستوى K، هنكتب 1. Mg ده المغنيسيوم، عدد الذري بيكون 12. لما توزع ال 12 K ب2 وL ب8 وM ب2، 2 و8 10 و2 12. عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي يعني آخر مستوى للطاقة بكام؟ ب2، هنكتب 2. عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات يعني العنصر ده توزع في كام مستوى؟ 1 2 3، هنكتب 3. Cl ده الكلور، عدد الذري 17، هنوزعه 2 8 7. عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي يعني آخر مستوى للطاقة ب7، هنكتب 7. عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات اتوزع في كام مستوى؟ 1 2 3، هنكتب 3. Na الصوديوم عدد الذري 11، لما توزع ال11 2 8 1. عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي آخر مستوى للطاقة ب1، هنكتب 1. عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات 1 2 3، هنكتب التلاتة. السؤال رقم 3: علل لما يأتي. رقم 1: الذرة متعادلة الشحنة الكهربية. 2: العدد الكتلي أكبر من العدد الذري غالبا. 3: مستوى الطاقة الثالث M في الذرة لا يتحمل أكثر من 18 إلكترونا. 4: لا تنطبق العلاقة 2 ن تربيع على مستويات الطاقة الأعلى من المستوى الرابع. 5: لا تدخل ذرة النيون في تفاعل كيميائي في الظروف العادية. 6: يملأ المستوى K بالإلكترونات قبل المستوى L. أول سؤال معانا: الذرة متعادلة الشحنة الكهربية. هنقول لتساوي عدد الإلكترونات مع عدد البروتونات الموجبة داخل النواة. رقم 2: العدد الكتلي أكبر من العدد الذري. هنقول لأن العدد الكتلي بيساوي مجموع أعداد البروتونات والنيوترونات داخل النواة، بينما العدد الذري بيساوي عدد البروتونات فقط. رقم 3: مستوى الطاقة الثالث M في الذرة لا يتحمل أكثر من 18 إلكترون. هنقول لأنه تبع للعلاقة 2 ن تربيع أن عدد الإلكترونات التي يتشبع بها المستوى M بيساوي 18 إلكترون. طب العلاقة 2 ن تربيع بنطبقها ازاي على المستوى M؟ هنا العلاقة اهو، القانون اهو، 2 بتنزل في ايه؟ في المستوى اللي هي ن دي، يعني رقم المستوى M ده التالت، لان احنا عندنا K وL وM، يعني ده المستوى التالت، هنكتب 3. قص 2 بتساوي كام؟ 2 في 3 ب6، و6 في 2 هتدينا 18. 2 في 3 ب6 و2 في 6 ب18. يبقى لانه تبع للعلاقة 2 ن تربيع ان عدد الالكترونات التي يتشبع بها المستوى M بيساوي 18 الكترون. السؤال رقم 4: لا تنطبق العلاقة 2 ن تربيع على مستويات الطاقة الأعلى من المستوى الرابع. هنقول لأن الذرة تكون غير مستقرة إذا احتوى مستوى الطاقة على أكثر من 32 إلكترون.
السؤال اللي بعد كده رقم 5، لا تدخل ذرة النيون في تفاعل كيميائي في الظروف العادية. ذرة النيون دي ان عددها الذري بيكون 10. لما توزع ال10 المستوى ك ب2 والمستوى ال ب8، اخر مستوى للطاقة بكام؟ ب8، والمستوى ال ده بيكتمل بكام؟ بيكتمل ب8 الكترونات. يبقى هنقول لاكتمال مستوى الطاقة الأخير بالإلكترونات، لاكتمال مستوى الطاقة الأخير بالإلكترونات. رقم 6، يملأ المستوى ك بالإلكترونات قبل المستوى ال. هنقول لأن طاقة المستوى ك أقل من طاقة المستوى ال، لأن المستوى ك ده بيكون قبل المستوى ال، يعني ك الأول وبعد كده المستوى ال، لأن طاقة المستوى ك أقل من طاقة المستوى ال. السؤال 4، اكتب المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات التالية. أصغر وحدة بنائية للمادة يمكن أن تشترك في التفاعلات الكيميائية الذرة. عدد البروتونات الموجبة في نواة الذرة العدد الذري. مجموع أعداد البروتونات والنيوترونات في النواة العدد الكتلي. الطاقة التي يكتسبها أو يفقدها الإلكترون عندما ينتقل من مستوى طاقة إلى مستوى طاقة آخر، طبعا ده بنسميه الكم أو الكوانتم. جسيمات سالبة الشحنة وكتلتها ضئيلة جدا تدور حول النواة الإلكترونات. السؤال 5، ادرس الأشكال التالية والتي توضح التوزيع الإلكتروني لذرات بعض العناصر ثم أكمل الجدول التالي. هنا العنصر A، العنصر A اللي هو ده العدد الذري كام؟ العدد الذري عدد البروتونات الموجبة داخل النواة. فين الموجب داخل النواة؟ ال8. وممكن تحسبه بطريقة تانية، هتحسب المستوى ك بكام والمستوى ال بكام، يعني هتحسب مستويات الطاقة 2 و8، 2 و6 هيديك 8، يبقى العدد الذري كام؟ 8. طب العدد الكتلي بنحسب اللي داخل النواة، 8 زائد 8 هتساوي 16. عدد الكترونات مستوى الطاقة الخارجي، يعني يقصد ايه؟ اخر مستوى للطاقة فيه كام الكترون؟ في 6، هنكتب ال6. عدد مستويات الطاقة المشغولة بالالكترونات، يعني العنصر ده اتوزع في كام مستوى؟ في 1 2، هنكتب 2. هنا بي، العنصر بي عايز عدده الذري، عدده الذري كام؟ الموجب ب12، وممكن تحسب برضو مستويات الطاقة 2 8 2 هيديك 12. ادي العدد الذري. طب العدد الكتلي هنجمع اللي داخل النواة، 12 و12 هيدينا 24. عدد الكترونات مستوى الطاقة الخارجي اخر مستوى للطاقة بكام؟ ب2، هنكتب الاتنين. عدد مستويات الطاقة المشغولة بالالكترونات 1 2 3 هنكتب 3. سي، عايز منك العدد الذري، العدد الذري الموجب اهو 17، يا اما تجمع مستويات الطاقة 2 و8 10 و7 هيديك 17. طيب عايز منك العدد الكتلي، هنجمع اللي داخل النواة 17 و18 35. عدد الكترونات مستوى الطاقة الخارجي، يعني اخر مستوى للطاقة بكام؟ ب7، هنكتب ال7. عدد مستويات الطاقة المشغولة بالالكترونات اتوزع في كام مستوى؟ 1 2 3 هنكتب ال3. السؤال اللي بعد كده، طلب منك احد زملائك تفسيرا لاختلاف ذرات كل من المغنيسيوم Mg والصوديوم Na في العدد الذري والعدد الكتلي. ما الطريقة التي تتبعها لتفسير هذا الاختلاف؟ هنقول بحساب عدد البروتونات والنيوترونات في ذرة كل منهما. يعني حضرتك بتوزع الصوديوم وبتوزع ايه؟ بتوزع المغنيسيوم وبتوزع الصوديوم. يعني لما توزع المغنيسيوم هيبقى 2 8 2، اخر مستوى للطاقة بكام؟ ب2. ولما تجمع يعني اخر مستوى، ايه المقصود باخر مستوى للطاقة؟ اخر مستوى للطاقة ده بتقدر تحدد منه عدد الالكترونات مستوى الطاقة الخارجي، وبتقدر تحدد مستويات الطاقة من خلال العنصر اتوزع في كم مستوى، دي عرفناها. طب تقدر ازاي تحدد العدد الذري؟ العدد الذري بيكون اسفل العنصر. طب هتحدد ازاي البروتونات؟ البروتونات اللي هي بتبقى موجب داخل النواة اللي هو العدد الذري يعني. طب والنيوترونات بنطرح العدد الكتلي من العدد الذري، 24 ناقص 12 هيدينا النيوترونات 12. اما الصوديوم عدده الذري 11 ماشي، وعدد الكتلي 23. طب العدد الذري هنقدر نحسبه ازاي للصوديوم؟ العدد الذري اللي بيكون اسفل العنصر سهل جدا انك تحسبه، وممكن بطريقة تانية مجموع اعداد البروتونات داخل نواة الذرة اللي هي الموجب. طيب العدد الذري بنطرح العدد الكتلي من العدد الذري بيديك النيوترونات. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا حل اسئله الكتاب المدرسي على الدرس الثالث، درس التركيب الذري للماده. تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، وربنا ينجحكم جميعا يا سنه اولى. لو في اي حاجه ما فهمتهاش من الكلام اللي انا قلته
او من الشرح اللي انا قلته، يا ريت تبعتولي في التعليقات وانا هرد على حضراتكم. واذا كنتوا استفدتوا من الفيديو ما تنسوش اللايك، لان اللايك بيرفع الفيديو على القناه، زي ما انت استفدت تساعد ان زميلك يستفاد. وزي ما قلت لكم اسئله الكتاب المدرسي زي ما قلت لكم في جميع فيديوهاتي ان هي من اهم الاسئله اللي بتيجي منها الامتحان.